وبتبدأ الحلقة الخامسة من انمي أسطورة الأبطال بمشهد كده بيكون فيه لافي وتاليون ومارتي وإيثيريا في القطار، وبيقعدوا يقولوا ان احنا لسه ما كملناش مهمتنا، لسه ما عرفناش مين البطل الامبراطوري، لسه ما نعرفش هو مين حتى، ولا شفناه حتى، ولا نعرف عنه معلومة واحدة، فلازم نكمل مهمتنا ونعرف مين ده. هما بيبقوا لسه في القطر، وبيبقى في واحد عامل صوت كده وبيتذمر ومتضايق على حاجة كده احنا مش عارفينها، وبيبقى كل الناس بصت له ومستغربين مين دوت، وبيطلع نبيل من النبلاء وبيبقى متذمر على حاجة احنا مش عارفينها، وبيقعدوا يبصوا له كل الناس، وبيقف القطر فجأة وما نعرفش ليه وقف، وينتهي المشهد الأول على كده. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، اي فيديو هنزله يوصلك على طول، واللايك او الديسلايك لو عجبك الفيديو او ما عجبكش، وتقول لي رايك في كومنت او تقول لي اي تعليق على الفيديو عشان تفيدني وتخليني اقدر احسن من محتوايا، فتقوله لي في الكومنت. وما تنساش الحلقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه موجودين في الديسكريبشن او في علامه الاي، او حتى موجودين في قائمه تشغيل هتلاقيهم في نهايه الفيديو. ونرجع مرة تانية، وبيكون كل الناس نزلوا عشان يشوفوا ايه اللي مخلي القطر يقف، وبيلاقوا ان الطريق مسدود وفي سد عملوا الوحوش، وبيقعد النبيل بيقول ما ينفعش نبعت ناس يجيبوا لنا مساعدة من المدينتين اللي احنا واقفين على حدودهم، فبيردوا عليه الناس اللي معاه ويقولوا له ما ينفعش، لان كده هنحتاج فترة طويلة وهنفضل قاعدين كده فترة طويلة في الصحراء ومش هنعرف نتحرك، وهنفضل قاعدين من غير اي لازمة، فلازم نشتغل احنا ونشيل السد دوت علشان نقدر نعدي. وبعد كده بيبدأوا الناس يشتغلوا وهم مستغربين مين دوت عشان يقف وما يعملش اي حاجة ولا يشتغل معاهم، وبيكتشفوا ان هو نبيل من النبلاء. وبعد كده بتتشق الارض من تحتيه وبيبقى هيقع، فلافي تيجي وتزقه وبتقع مكانه، وبعد ما بتقع إيثيريا بتبقى مخضوضة عليها وقلقانة عليها وبتقول هل هتكون بخير ولا لأ. وبعد كده بنروح للافي وهي وقعت وبيجري وراها وحش وبتحاول تهرب، وبتسمع صوت بيقول لها انزلي بسرعة، نطي بسرعة، دي فرصتك الأخيرة، وهي بتسمع الكلام وبتنط. بعد كده بتشوف واحد وواحدة، والواحدة اللي معاها دي بتكون ظهرت من كده في الحلقة التانية في آخرها، بيقعد يحكي معاها ويقول لها ان الوحوش هي اللي سدت الطريق اللي دخلوا منه، فمش هيقدروا يخرجوا دلوقتي ولازم يقضوا على الوحش الأول. وبعد كده بيقعدوا يتكلموا، وبعد كده بيروح معاها وهما رايحين يصطادوا سمك قبل وحوش وقعدوا يقتلوهم، وبعد كده اصطادوا وبعد كده شووا الأكل، وبعد كده قعدوا ياكلوا، وقعد يتكلم معاها شوية وقال لها إن هل الدمية دي وقعت منك؟ فقالت له أيوة وقعت مني، والدمية دي تبقى اللي اديتها لها البنت الصغيرة اللي قالت لها شكرا إنك نقذتي جدتي وبابايا ومامتي، وطبعا بيديها لها وهي بتقول له شكرا، فهو بيقول لها الحمد لله إنها ما اتجرفتش مع المياه، وهم عمالين ياكلوا وهي انبسطت منه، فبتقول له لافي، فبيقول لها ايه، فبتقول له اسمي لافي. فبعد كده وهم ماشيين هي بتلاقيهم اتأخروا ومش عارفين يخرجوا، فهي بتتضايق وبتقول في نفسها انا يغر شمالية وما عنديش وقت ولازم امشي واحاول اخرج بنفسي منهم مش عارفين يساعدوني، وبحاول تخرج وبتمشي وتسيبهم. فجأة بيهجم عليهم وحش، هو وهي الشخص اللي احنا مش عارفينه دوت والبنت اللي ظهرت في اخر الحلقة التانية بيهجم عليهم وحش. وبعد كده بترجع لافي مرة تانية وهو بيقول لها ايه اللي جابك هنا مرة تاني، فبتقول له انا لا اقبل الهزيمة. وبعد كده بيقعدوا يضربوا في الوحش لغاية لما بيدوله على اسنانه وبيقع ويموت. وبعد كده بنطلع مرة تانية لفوق عند النبلاء وكده، وبيكونوا لسه بيشتغلوا، وبيبقى النبيل بيقول لهم احسنتم. وبعد كده واحد طفل صغير بيجي يكلمه وهو بيقول لازم يساعدهم، فطبعا النبيل بيتأثر وبيقوم يساعدهم، وهما بيساعدهم بينجزوا العمل وبيخلصوا بسرعة. وبعد كده هما أول ما يخلصوا بتطلع لافي هي واللي معاها، بس اللي معاها دوت بيبقى واقف بعيد، وهي بتقف وبتبقى معاها سنة وحش، وسنة الوحش دي بتبقى لونها أحمر، وبيبقى النبيل بيقول لها دي سنة الوحش اللي احنا بعتنا عشان نقتله، انت شاطرة قوي انك قتلتيه، وادالها مكافأة، وهي طبعا المكافأة المالية دي لافي ما بتتأثرش بأي مكافآت وتقوم رامياها، فبيمسكها مارتي بسرعة وبتبقى إيثيريا بتقول لها انت غبية ولا ايه؟ الفلوس دي احنا ممكن نجيب بيها كذا تذكرة في رحلتنا دي. وبعد كده بيظهر مش وحش واحد، بيظهر اكتر من 3-4 وحوش وبيبقوا هيهجموا على الناس، وبيبقى الشخص اللي كان معاها تحت دوت ونقذها بيطلع ويقول انا هحمي كل الناس، ما ينفعش اسيبهم وانا لازم اقتل الوحوش دي. وبيبقى كمان النبيل بيقول انا حاسس اني شفت الشخص ده قبل كده. وبعد كده هو الشخص ده بيستدعي الدرع بتاعه، بعد كده بيركب الدرع وهو بيبقى هو الفارس الاسود اللي هو البطل الامبراطوري.
بعد كده لوفي بتتضايق وبتقول طول الوقت كان معاه قصادي وانا ما عرفتش اعمل له حاجه. بعد كده هو بيقتل الوحوش وبيبقى النبيل عرف هو مين خلاص، الشخص دوت، وبيشكروه على ان هو ساعدهم. وبعد كده تبقى لافي متضايقه بتقول هو دوت كان قصادي طول الوقت اللي هيدمر شمال امبريا، موجود قصادي طول الوقت وانا ما قدرتش اكلمه حتى ولا اعمل له اي حاجه. وكانت متضايقه جدا وقعدت تعيط وتبكي. مارتي وإيسيريا وتاليون بيقولوا لها احنا كده خلاص خلصنا مهمتنا، عرفنا مين هو البطل الامبراطوري ولازم نرجع مرة تانية لبلدتنا اللي هي شمال امبريا. وهم ركبوا القطار مرة تانية، ولوفي بتقعد تقول هل ستكون هذه نهاية رحلتي؟ وهي بتبكي وبتقول هل سأعود مرة أخرى لبلدتي؟ وهي بتبكي برضه. وبتنتهي الحلقة على كده. وطبعا الحلقة بتقف في مكان المفروض متقفش فيه. فطبعا لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وحط لي لايك او ديسلايك وقول لي رايك في كومنت. ولو عندك تعليق على الفيديو او الفيديوهات اللي فاتت قول لي رايك في كومنت، واشوفك في فيديو جديد. يلا سلام.